بتشتكي دايما من زفاره الفراخ وبتفضل موجوده. عايز اقولك ان انت مهما تنضفي هتفضل برضه موجوده، الا لو عملتي اللي انا هقولك عليه وهقولك على المكان المستخبي اللي بيكون فيه الزفاره. الورك ده انا غسله بالدقيق وبالليمون ونقعه بقاله حوالي اكتر من ساعه، ونضفت المكان اللي بيكون في الرئه اللي انتوا كلكم بتحبوها وبتفتكروا ان هي دي الزفاره. مش هو ده مكان الزفاره الحقيقي، هو ده مكان الزفاره الحقيقي. بص كده المنظر عامل ازاي، شايفين العروق تحت مسوده ازاي مليانه زفاره. المكان ده اكتر مكان مليان زفاره في الفراخ، ومهما تنضفي وتعملي محلول هيفضل برضه مليان زفاره. واسف بقى للمنظر اللي انتوا هتشوفوه هتعملي فتحه بصباعك كده وهتطلعي كل الزفاره اللي موجوده فيها، وترجعي تاني تغسليها كويس جدا. كده احنا اتخلصنا من كل الزفاره اللي موجوده. اعتقد عمر الشوربه ما هيكون طعمها ظريف وهي فيها الحاجات دي كلها. انا هوريكم دلوقتي الفرق، ان انا هغسل دلوقتي الورك كويس جدا، وهوريكم الفرق بعد الغسيل. شايفين المنظر؟ تعالى بقى نشوف بعد الغسيل عامل ازاي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا فرق شاسع جدا. تأكدي ان انت لو سلقتي الورك هتاكلي منه احلى طعم فراخ. وعلشان خاطر تشربي احلى شوربه فراخ ممكن تشربيها، هقولك على تركايه بسيطه جدا. بعد الميه ما تغلي وتحطي كل التوابل بتاعتك، انزلي بفص ثوم مفدغ مع الشوربه، بيفرق جدا في الطعم. ما تنسوش اللايك. مع السلامه.